السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة وصفة حلوة جدا جدا هتعجبكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اتفضلوا معانا. سردين بقى، ولا تقولي فسيخ، ولا تقولي اي حاجة تانية. قالوا بقى ده كيلو بالشيء الفلاني وسلمتين و250. طب وعلى ايه كيلو ب50 جنيه؟ هناكل بقى وهنفرح ولادنا وهنعمل عزومة. بسم الله ما شاء الله. هنعمل النهاردة السردين بطريقة حلوة جدا ومميزة. اللي هياكله من عندك هيقول فسيخ، مش هيقول سردين خالص. نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تابع الفيديو للأخير وما ننساش نحط اللايك بتاعنا. أول حاجة كيلو من السردين، وأهم حاجة يكون صابح ويكون كويس معاكي زي ايه، زي الفل كده. بتروحي تشتريه وتحاولي ان انت تقولي له انا عايزة سردين صابح لاني هخلله او هحدقه. جبت السردين بتاعي، خدته كده تحت الحوض، غسلته غسلة حلوة، وغسلت الخياشيم بتاعته وغسلته كده ايه، وظبطته. حاولت ان انا ايه اطريه شوية. حطيته في مصفى، ممكن تربطيه من فوق كده وتعلقيه ان اي مية فيه تنزل معاكي. يقعد معاكي قد ايه؟ بس لو الجو حر حطيه في التلاجة يصفي ميته في التلاجة. هتسيبيه بقى لغاية ما يصفي ميته خالص زي ما حضرتك شايفة كده، 3 4 5 ساعات، لغاية ما يبقاش فيه مية نهائي. تمام كده تمام. هنيجي بقى كده ونعمل المكونات بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها المخلل للسردين بتاعنا او التحديقة بتاعتنا. معاكي بقى كده بتاع كيس ملح صغير من اللي هو الكيس ابو جنيه ده. معايا معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة من الشطة كده، رشة بسيطة من الكمون. كمون يا نجلة؟ ايوه، رشة بسيطة من الكمون. يبقى حطينا الكركم، حطينا رشة بسيطة من الشطة، ودي اختياري، رشة صغيرة من الكمون. لو تجيب الفيديوهات القديمة وتفتكر الفسيخ اللي انا كنت عامله لكم السنة اللي فاتت واللي قبلها، كل شكر فيه. والله كل ما اعمله لحد يجيبه يقصدني فيه اعمله له، بيطلع اللهم بارك وبألف هنا وشفا يا رب، بيطلع ناجح جدا. بعد ما حطيت السردين بتاعي اتصفى، بتجيبي بقى كده ورق ابيض او ورق كراريس بتاع ولادك او مناشف مطبخ. حطيتها كده بقى في الصينيه زي ما حضراتكم شايفين كده. المهم ان انت توسعيها شويه، ولو فيها اي بقى زياده تانية تبصي لو في ميه زياده في قلب السمكة في السردينة كده، هتبص تلاقيها نزلت على الورق والمناديل اللي انت حطاها. باخد بقى واحدة واحدة كده، واجيب منديل منديل انشفها من بره كويس، واقوم حاطة في الخياشيم بتاعتها المناديل. طبعا المناديل يعني هي بتشد اي حاجة، تحس ان هي بتمتص اي حاجة. لو في مية او دم او حاجة في قلب السمكة بتاعتك بتنشف معاكي. نشفي قوي على قد ما تقدري، اهوت نشفي قوي كويس جدا. وبعد كده نحطها على ورق تاني نضيف تاني، او مناديل تانية برص زي ما حضراتكم شايفين كده. واحدة واحدة تنشفي من بره كويس، وتحطي في قلب كل سمكة منديل من هنا ومنديل من هنا، وتسيبيها معاكي شوية. وبعد كده نرجع نشيل المناديل تاني وننشف بمنديل ناشف لو فيها اي حاجة. طيب هو لازم حركة التنشيف دي؟ ايوه، نشفي كويس جدا عشان السمك بتاعك او السردين بتاعك ما يخسرش معاكي. شايفة انا بنشفه ازاي؟ في ثواني كده انا خدت البقرة دي وببتدي ان انا اعمل بيه. يوم ما باجي اعمل سردين كده او فسيخ، بحتاج بقرة من اللي هي المدورة الكاملة بتاعت المناديل بتاعة المطبخ او مناشف المطبخ. غير ما بحتاج مثلا كراسة كده عندي، مش مشكلة لو كراسة عندك مكتوب فيها قديما بتاعة الولاد تبتدي ان انت تشتغلي فيه. او ورق زبدة، بس خسارة ورق الزبدة كده كده هيترمى. فالورق كده كده احنا مش هنحتاجه، فبفرشه بقى كده وبشتغل ايه عليه. بس انت بقى لما تيجي تشتغلي ابقي افرشي بقى على الرخامه بتاعتك، الكونتر بتاعك اللي انت شغاله عليه، كيس كده، افتحي كيس كبير كده واشتغلي عليه، بحيث اي اضافات او اي زفاره او اي حاجه تبتدي ان انت تشيلي الكيس بحاله وتقومي جايه ايه رمياه، الدنيا ما تتبهدلش عندك ولا اي حاجه. بنفس الطريقة بحط في الخياشيم اهوت المناديل وبنشف. المنديل بيتبل، برجع اجيب منديل تاني واجيب ورق تاني، واقف اعمل زي ما حضراتكم شايفين كده. خد منك وقت قد ايه يا نجلاء؟ قولي خد مني بتاع نص ساعة. إيه يعني؟ انا غسلته مثلا في 10 دقايق وسبته يتصفى، رجعت له بتاع بعد 5 6 ساعات كده، كنت سايباه في التلاجة وموقفة راسه لتحت وديله لفوق، وقعدت بقى انشف فيه كده بتاع ايه نص ساعة، يعني تنشيف وتحديق نص ساعة. قعد قد ايه تسوية يا نجلاء؟ اقول لك دلوقتي قعد قد ايه تسوية، وايه اللي هيخلي السردين بتاعك يطلع طري وريحته حلوة قوي، والخلطة اللي هنشتغل بيها زي ما اكنك بتاكلي فسيخ واحسن. كيلو ب50 جنيه، في ناس ساعات بتجيبه ب60، في ناس تجيبه ب40، على حسب كبره وعلى حسب المكان اللي انت بتجيبيه منه. طبعا انا لقيت في السردين ده بعد واحدة كده مكسورة
من النص خفيف كده، فقلت مش مشكلة برضو نشفتها كويس، وقلت برضو ان انا هتعامل معاها واحدقها. اخلص بقى الكمية كلها اللي حضراتكم شايفينها دي، ونبتدي نشوف هنعمل ايه تاني. طول ما احنا شغالين ما ننساش نقول بقى الباقيات الصالحات، عشان ربنا يفكها علينا وعلى الجميع، ويملى بيوتنا خير وبركة، اللهم امين. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. شوفوا بقى ست الكل، مع اننا ان احنا مصفيينه وحاطينه مسافة طويلة، بس برضه لابد بيكون في بعض سوائل في قلب الرأس. طبعا بتلبسي كلافز في ايديكي او كيس تلاجة. انا بصراحة ما بحبش البس حاجة في ايديا، بس ساعة ما بعمل بقى المخلل او الحاجات اللي زي دي بحب البسه في ايديا، عشان الملح طبعا بياكل في الايد وبيتعبنا بعد كده. جبت بقى الملح اللي احنا عاملينه، وابتدي احط بقى في الخياشيم، بس ايوه، شلت كل الورق اللي كان متبهدل، وفرشت تاني ورق نظيف اهو على الصينيه اللي انا شغاله بيها، ولا بهدلت اي مكان. بالملح بفتح الخياشيم كده واملاها، وافتح الخياشيم كده واملاها بس، والملح اللي نازل منه بلف السمكيه بيه كده اهو. بصي اهو، انا مش عايزاه حادق قوي، انا عاملاه عادب ومش عايزاه حادق قوي. فهو كيس الملح الصغير ده كفك كمية، ده كيلو واحد بس، كيلو واحد من السردين. زي ما بتقولي بتحطي معلقة صغيرة في الخيشيم ده، ومعلقة صغيرة في الخيشيم ده. انا قربت لك الكاميرا اهو عشان تركزي وتاخدي بالك. بصي اهو في الخيشوم اهو من هنا، حبة كمان في اليمة التانية برضو اهو. ما فضتش مني ملح خالص، ولا تهدر مني حاجة. وبحط رشة بسيطة عليه كده من فوق. خلص الكمية كلها بنفس الطريقة، سهل جدا وبسيط، وإن شاء الله يا رب ينور رضاكم وتجربوا الوصفة بنفس الطريقة. هنحشي برضو كل الخياشيم ودهنة خفيفة من فوق ومن تحت كده، لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي كلها معايا. خلصت كله زي ما حضراتكم شايفين كده، ولميته بقى كده ورصيته على بعضه. طيب هتحدقيه في ايه بقى يا نجلاء، وهتحطيه في ايه؟ هقولك دلوقتي. عندك علبة بلاستيك مربعة تمام، عندك برطمان كده وغطاه محكم تمام، علبة مدورة تمام، اي حاجة عندك. انا هقولك بقى دلوقتي انا اشتغلت وعملت فيه ايه. رحت بقى جبت الحاجات اللي انا هعبي بيها دي. اخر حاجة بقى ايه؟ من الملح بتاعي كده كله خلص. فباخد بقى من الملح اللي نازل وبحطه زي ما حضراتكم شايفين كده. هي دي كمية الملح اللي انا حطيتها. جبت بقى كده برطمان، وهلبسه كيس، وقلت ان انا هحدقه معايا في الكيس ده. بس الصراحة جيت اعمل في البرطمان كده، ما حبيتوش. انا شايفه ناس كتير محدقين في البرطمان، بس انا ما حبيتش احدقه في البرطمان. بس حطيت كيس كده في البرطمان، وابتديت ان انا اجي ارصه. هلاقيته بقى الديل بتاعه طالع لفوق والراس نازله لتحت. هتعوزي بقى تنيمي البرطمان، توقفي البرطمان، تعدلي البرطمان. ما عجبنيش الموضوع ده. فقمت جايه مطلعه الكيس تاني، وقلت لا، انا هحدقه زي ما بحدق الفسيخ بتاعي في العلب. تمام. جبت الكيس بقى كده اهو، كيسين في قلب بعض، واحط واحده خلف خلاف. بصي بقى الطريقه دي، عشان لما الميه يصر الميه بتاعه يعمل معايا يستوي كويس، ما يبقاش حته مستويه وحته مش مستويه. بصي راس كده وراس كده، خلف خلاف كده، ورصيت الكميه كلها مع بعضها. وكل مثلا راق وراق بحط معايا شويه ملح صغننين زي ما حضراتكم شايفين كده. حابه تحطي بقى تعصري مثلا ليمون ولا حاجه، بس انا بصراحه انا ما بحطش ليمون، ما بحطش الا الملح وشويه الشطه الصغننين دول والكركم، رشه من الكمون بسيطه قد ربع معلقه. كمان بحط قد ما نص كوبايه كده من الزيت عليه، يعني الكيلو بياخد معاكي نص كوبايه من الزيت. واربطي بقى، طلعي الهواء على قد ما تقدري. بصي اهو، طلعي الهواء خالص، وتقومي جايه ربطاه زي ما انا ربطاه كده. بقى بصي بقى 3 4 اكياس، وتعبي السردين بتاعك. انا حطيته كده في اكياس 3 4 اكياس، وجبت علبة تلاجة، وقمت جاية حطاها فيه. حتى العلبة نهارها ما كانتش بغطا، فقمت جاية حطاها في قلب كيس ومقفلة عليها كويس قوي. ده السردين بتاعك. هتحطيه بقى، ومش هتيجي يمته الا بعد يومين 3 ايام كمان. هتبص تلاقيه سرد مية كتير، هتقومي قلباه اللي فوق تحت واللي تحت فوق. شوفي كده، اللي فوق تحت واللي تحت فوق. انا جبته حطيته في طبق غويط كده، وغطيته بستريتش. هو ده الطبق اللي انا حدقت فيه، ولا جراله اي حاجه. ابتديت ان انا اجيبه بقى، كان كل يومين اقلبه. قعد معايا اسبوع تقريبا، من اسبوع ل10 ايام. بقيت اقلبه
قدام واقلبه ورا، اقلبه قدام واقلبه ورا، يعني العقده دي تبقى تحت في الارضيه، وبعد كده اقلبه كده، بعد كده اقلبه في الجنب زي ما نكون بنعمل الفسيخ. طب انا عايزاه يحدق بسرعه يا نجلاء واكله بسرعه، هتشغلي الفرن البوتاجاز بتاعك وتسيبيه يبقى سخن، وتطفيه، بعد كده تدخلي السردين او الفسيخ بتاعك على الصهد. تمام كده، يقوم الصهد بقى يسويه بسرعة مع المية بقى والحاجة اللي بتنزل والتقليب المستمر والصهد، هتبص تلاقيه يقعد معاكي 3 4 ايام، مش هيزيد عن كده. لو انت شغلت الفرن مثلا كل يوم شوية وحطيتيه، انما انا لا شغلت الفرن ولا حاجة وسبته زي ما حضراتكم شايفين كده، بألف هنا وشفا على قلبكم زي الفل. جبت السردين بتاعي بقى عشان ننضفه، طبعا انا مقلباه فوق وتحت ومستوي. هبتدي بقى، جبت السكينة او المقص، عايزة بقى تجرديه كده اهو، عايزة تجرديه خالص، وبعد كده تفتحيه، شلت الراس بالسكينة. في المرحلة دي لو عايزة برضو تلبسي حاجة في ايديكي البسي. انا جبت بقى السكينة المقص كده، وابتديت ان انا اقص الحتت الخشنة اللي فوق، الخياشيم، اكني بنضف سمك، وافتحه كده. بصي اهو، شايفة الحمار، شايفة الجمال. بس الكاميرا بقى، والله الكاميرا ظلمة يا جماعة ما شاء الله، ولا الريح. وابتدي اشيل بقى اي اضافات تانية جوه كده، سلاية، إيه، سفاية، اي حاجة كده، ايه، البطن بتاعت السمكاية. تمام. ابتدي وشلت كل اللي فيه، واقصقص بقى كده. وهو الكيس ده بقى كده، بعد ما اخلص الكمية دي كلها، هاخد الكيس بقى كده بميته، بالحاجات اللي طلعت من السردين، بقوم جايه حطهم في قلب كيسين 3، واقوم جايه حطهم بره، إيه بره بقى كده، ما يبقاش في اي ريحة في الزبالة، مبقاش فيه ريحة او اي حاجة. ساعات بقى بقوم جايه كبه الميه دي كمان في الحوض، واغسل الحوض غسله حلوه، وارمي السفه بس كده، بصي بقفل عليه خالص عشان ما يبقاش في اي ريحه. بعد ما نضفت السمك زي ما حضراتكم شايفين كده، هنروح نعمل بقى السائل اللي احنا، او التتبيله اللي احنا هننقع فيها السردين بتاعنا، يبقى احلى من الفسيخ. جبت كوبايه، نص كوبايه من الزيت، وربع كوبايه من الخل. ما بعرفش بقى اعصر الليمون بايديا كده، بيتفعص في ايديا، ما بعرفش خالص. جبت بقى العصارة كده وعصرت بتاع ايه، 4 5 ليمونات. الليمون حلو وميته كتير ما شاء الله اهوت. طبعا ما بستغناش عن ورق الكراسات ده، بقوم جايه حطاه لما اكون بعمل اي حاجه وبتصر ميه او فيها زفره وكده، بقوم جايه فرشه على الصواني بتاعتي اللي انا بشتغل عليها الورق. يقوم الورق يمتص اي حاجه، واشيلها ارميها على طول في اي كيس من الاكياس بتاعت الزباله بتاعتي، عزكم الله. وبقوم جايه ربطها ورميها. شايفه بقى رشه بسيطه، بصي كمون ده يوديكي في حته تانية. كمون يا نجلاء؟ اي والله كمون. كمان عندك رشه من البابريكا حطيها، ورشه من الكركم. بصي رشه الكركم. بس انا جيت احط بابريكا، لقيت العلبه فاضيه، فقلت خلاص، يعني ما كنتش مفكره ان هي خلصت، فانا قلت هبقى هنزل اجيب بابريكا وكده. بصي جيت احط فيها لقيتها فاضيه، فحطيت رشه كمون، حطيت رشه من الكركم. لو عايزه تحطي شطه كمان حطي. جبت العلبه الشفافه دي وحطيت فيها شويه كده اهو. بصي اهو حاجه كده ما شاء الله. بصي اتاكليه، والله ريحته كانت طالعه لفوق خالص، لان كنت عاملاه تحت في الدور الارضي، والولاد قالوا يا ماما ده ريحته طالعه لغايه فوق. ريحته زفاره يا ولاد؟ قالوا لا ريحته جميله جدا، ومفيش اي ريحه زفاره. طبعا وانا بشتغل وبنضف السردين والسمك بتاعي، بعد ما بنضف بغسل الصينيه، بغسل المقص، بغسل السكينه، بغسل ايديا، بمسح الكونتر، كل ده. لو عندك كلوروكس الوان، نطره كلوروكس الوان، بتحطيها عندك في شويه، في نقطة برسيل جل كده أو نقطة أوكسي، وتمسحي بفوطة نظيفة بقى كده الكونتر بتاعك أو الرخامة، والحاجات دي كلها بتغسليها وتغسلي إيديكي. بصي وبعد كده، يعني أنا ما عملتش المرحلة دي إلا لما غسلت كل حاجة. عندي كده زي ما يكون وسواس إن أنا مش بحب ريحة الزفارة نهائي. فقطعت بقى شرايح ليمون، خرجنا عن عن النص خالص. قطعنا شرايح ليمون، وهرجع بقى احط الخلطة دي. ايه رأيكم بقى؟ طب جربوا بقى كده وقولوا لي. والله العظيم يا جماعة حلو جدا جدا جدا، بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. حطيته بقى ونقعته في التتبيلة دي بتاع 10 دقايق كده، ورحت شلت بقى الحاجات دي. انا بوريكم اهو، مفيش الا دول. هروح بقى ايه اشيل دول كمان، اغسلهم واغسل ايديا بقى، وقشر الليمون اللي طلع كله بحطه عندي في العلبة بتاعة البريل بتاعة المواعين. بيبصي بتبقى المطبخ كله ريحته ليمون، مبقاش في اي ريحه زفاره في قلب البيت. كمان لو مقلقه من ريحه الزفاره، ممكن بقى عود بخور كده ولا حاجه وشغليه. جبت بصلتين حمر كده، والبصل الله المستعان اليومين دول غالي جدا، وحطيت معلقتين 3 خل في ميه عاديه خالص من الحنفيه، ونقعت البصل. عمره ما يبقى حراق ولا يصنن معاكي بقى، بيبقى بارد وبيبقى جميل. حطي بقى لو عندك كمان سلطه طحينه وعايزه تحطي معاها سلطه طحينه وشويه بصل اخضر، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وده العيش البلدي بتاعنا، جايبينه من الطابونة صابح بقى كده، ربنا يبارك في ابني يا رب كان جايبه. واطلع بقى كده
وناكل بقى. الله الله، اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. دمتم بخير وعلى خير، حفظ الله وأمانه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مع ألف سلامة.